اي عمل صالح انت هتعمله في شهر رجب اللي احنا فيه ده، ربنا سبحانه وتعالى هيضاعف لك ثواب وحسناته بشكل كبير جدا 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 في ميزان حسناتك. فتسمح لي اقترح عليك شويه اعمال صالحه لو انت عملتها مش هتاخد منك مجهود خالص، سهله قوي قوي، بس قصاد ده ربنا سبحانه وتعالى هيديك عليها ثواب وحسنات بشكل كبير جدا جدا جدا، وهيضاعف لك في الاجر بتاعها في ميزان حسناتك بشكل كبير جدا جدا. اول حاجه وهي اسهل حاجه وهي الاستغفار. يعني خليك وانت طول ما انت قاعد كده استغفر ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ من احب ان تسر صاحفته. يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لك لو انت عاوز تيجي يوم القيامه فلما تيجي تفتح كتابك اللي موجود فيه كل حاجه انت عملتها في حياتك فتفرح بشكل كبير جدا لما تيجي تقرا كتابك، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لك تعمل ايه بقى؟ فليكثر فيها من الاستغفار. ثاني اسهل عمل صالح تعمله انك انت تقرا قران. طبعا انت عارف ان كل حرف واحد انت بتقراه في القران بتاخد عليه 10 حسنات، ما بالك بقى لما تيجي تقرا قران في شهر رجب اللي هو من الاربع الاشهر الحرم، اللي هو اي عمل صالح تعمله في شهر رجب الحسنات اللي انت هتاخدها هتضاعف لك بشكل كبير جدا جدا جدا. ثالث اسهل عمل صالح تعمله، والعمل الصالح ده حسناته كبيره جدا 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 فوق ما تتخيل، وهي انك انت تصلي قيام الليل. اصلا عباده قيام الليل دي اصلا لوحدها من غير ما تصلي في اي شهر من اشهر الحرم بتاخد عليها حسنات وثواب عظيم جدا 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 جدا، لان اصلا قيام الليل دي هي من اعظم العبادات. ما بالك انت بقى لما تصلي بس ركعتين قيام الليل في شهر رجب اللي احنا فيه ده. فحاول على قد ما تقدر انك انت تيجي من بعد صلاه العشاء لغايه قبل صلاه الفجر، حاول في الوقت ده انك انت بس ايه تصلي بس ركعتين قيام الليل، مش هياخد من وقتك كتير، قصاد ان ربنا سبحانه وتعالى طبعا هيديك اجر وثواب وحسنات كتيره جدا جدا ما تقدرش ابدا تتخيل. اخر اسهل عمل صالح تعمله هو انك انت تحاول تصوم يوم في شهر رجب. علشان اشجعك اكتر انك انت تحاول تصوم على الاقل يوم واحد بس في شهر رجب، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لك من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. طب ما بالك انت بقى وعاوز خيالك بقى يروح لبعيد جدا، انك انت لو كنت السبب ان حد تاني يشوف الفيديو ده وعمل اي عمل صالح من الاعمال الصالحه انا قلتها دي، طبعا انت هتاخد نفس الاجر والثواب والحسنات اللي هو هياخدها لو هو عمل العمل الصالح ده. فخليك انت سبب ان حد تاني يشوف الفيديو ده. واخر حاجه زي ما انت عارف انا عموره اللايف كوتش بتاعك.